خنوش وصل الهدف ديالو، قال ملي الله خدا الرئاسه غيعاودوا للمغرب التربيه، وتيعاود لينا التربيه وهي بالفن. لا جديد يذكر والقديم يعاد. استمرار الإضراب رغم قرار الحكومة مع إمكانية سنة بيضاء هذا العام. إذا حاليا ما راضيينش بهذا القرار ديال الحكومة اليوم، لأن من مطالب الأساتذة إلغاء ولا تعديل النظام الأساسي. وقد قررت الحكومة تجميد النظام الأساسي ووقف تفعيله وإعادته إلى مستوى المراجعة وإعادة النظر فيه عبر لجنة تفاوضية. هو غادي يتم أولا التجميد ديال يعني النظام الأساسي ديال التعليم. كل هذا هو خطوة إيجابية لا يمكن إنكارها، كما أنه تنازل حكيم يقتضي استمرار العمل خلال الشهر ونصف المتبقي من الدورة الأولى. نخدموا على هذاك التحسين ديال إن شاء الله التعديل ديال القانون الأساسي. يعني نفس الأمر هنايا، الأساتذة واعيين بهذا الشيء هذا وتيقولوا بأن الإضراب غادي يبقى مستمر حتى الحكومة تستجيب لجميع المطالب. لكن رغم هذا كله إلا أن الأساتذة لم يتقوا في كلام الحكومة، وأن الإضراب سيستمر حتى تقوم الحكومة بتلبية متطلباتهم التي هي كالتالي: أولاً إسقاط النظام الأساسي الجديد، ثانياً الإدماج في الوظيفة العمومية، ثالثاً الزيادة في الأجور. احنا ماشي ضد هذوك التلاميذ اللي كيقراو في التعليم الخصوصي، احنا تما وليداتنا، ولكن ما يبقاش هذا العقاب النفسي تيتمارس على هذه الاسر. حشومه الا اولادنا، درتو ما بغيتو، هزيتو الاسعار، هزيتو المناقصه، راه حيدتوها غير بالضحك. حنا كننتظروا لا بلاتي حتى نهار اثنين، لا بلاتي حتى نهار ثلاث، والاخرين غادي يكون الحوار مع النقابات. What?